النهارده بقى جايه ارجعكم كده لزمان شويه، زمان ايام جداتنا. وايام مامتنا ما كانت بتعمل لنا واحنا صغيرين الفطير المقلي ده. قد ايه كنا بنحبه وطعمه خطير. عايزه اقولك دي اول مره اعمله وعجبنا كلنا وعجب الولاد جدا، اتنسف من جماله، اتنسف في ساعتها. واحلى من الفطير مشلتت كمان، واهم حاجه انه مش شارب زيت خالص. هقولك ازاي لما تعمليه ما يشربش زيت منك نهائي، وهقولك على كل حاجة تنجحه معاكي في الفيديو ده، رغم ان مقاديره بسيطة جدا وسهلة جدا ومتوفرة اكيد ان شاء الله في كل بيت، مفيش ابسط من كده. بصي يا ستي، دولت تقريبا يعني كده 400 جرام دقيق، معاكي من كوبايتين لتلاتة دقيق، ماشي. معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة سكر، ربع معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ماشي، ومعلقة صغيرة سمنة بلدي. يعني مش تاني، مفيش اسهل من كده، معلقة صغيرة سمنة بلدي او حطي مكعب زبدة صغير، ماشي. معايا بقى ايه بقى؟ كوباية مية تكون دافية. انا هعجن بما اننا في الشتاء، عشان العجين يبقى سهل ومرن معايا وما يشدش، هعجن بمية دافية. ده ما بيحتاجش خميرة ولا بياخد خميرة اطلاقا، وبينفخ في الزيت وبيبقى خطير ومورق وتحفة. هبتدي بكده الم الدقيق بالمكونات دي بالميه الدافيه لحد لما العجينه تلم وتنعم معايا. بياخدش عجين كتير زي الفطير المشلتت، ما بياخدش عجن كتير زي الفطير المشلتت. هما 3 4 دقايق بالكتير بالظبط بيكون اتعجن. هغطيه بقى واسيبه شويه، يعني نص ساعه كده مثلا، ايه، يرتاح بس شويه عشان ايه ابتدي اقسطه، وبعد كده هشتغل فيه. بصي يا ستي، وانتي بقى بتقسطي العجينه حاولي تعمليها كده كويرات قد اليوستفندية كده، وطبعا تخلي كل الكويرات قد بعضها عشان الشكل النهائي يبقى معاكي حلو في الاخر. تمام. اعمليه كده، قفلي كده على جوه زي ما انا بقى بوريكي كده بالشكل ده. هتقفلي كده الكوره على جوه وتقفليها كويس وتكوريها كده، وخلي شكلها منتظم وناعم وحلو عشان تبقى حلوه معاكي في الاخر. عملتي كل الكميه ما شاء الله، عملت لي كتير اهي. هسيبها بس ترتاح يعني ربع ساعه، وبعد كده هبتدي بايه بقى، هبتدي بقى افردها. برضو فردها بياخدش وقت اطلاقا، بدهنة زيت خفيف. اهم حاجة العجينة دي علشان ما فيهاش زبدة كتير تغطي وشها بالزيت. يعني اما تعجنيها وتسيبيها شوية، نسيت اقولك لازم تغطي وشها بالزيت عشان وشها ما يشققش، لان ما فيهاش لبن ولا فيها سمنة كتير، ما فيهاش مادة دهنية كتير، فممكن وشها ينشف او يشقق. هتبتدي تفرديها كده بالشكل ده، يعني خلي السمك زي ما انت عايزاه، بس مش رقيق قوي قوي زي الفطير المشلتت. هي طريقة الفرد مشابهة جدا للفطير المشلتت او الفطير الفلاحي. انت براحتك، عايزة ترقيقاها قوي براحتك، بس انا خليت لها سمك شوية عشان بنحب نعملها سندوتشات جبنة او ناكلها بعسل اسود وطحينة، ما تكون بس براحتك يعني. ماشي. فردتي روحي مطبقة كده كأنك بتعملي فطير مشلتت على جوه بالشكل ده، هتعملي نفس الشكل ده. خلصتي الكمية كلها سيبها ترتاح 10 دقايق ربع ساعة، وابتدي بايه بقى، بأول واحدة عملتيها عشان يكون فردها سهلة لك. ايه اللي بيخليه يورق في الزيت وينفخ؟ ان هو مرتاح كويس، ان هو مرتاح بين كل مرحلة والتانية ربع ساعة بس مش اكتر من كده. ده اللي بيخليه يورق في الزيت وينفش ويقب ويبقى مورق وتحفة معاكي وما يشربش زيت كمان. بصي يا ستي، فردناهم شويه، طبعا احنا سيبناهم يرتاحوا 10 دقايق، وابتدي افردهم. انا فردتهم بسمك يعني سميك شويه. انت عاوزه ترققيها اكتر من كده براحتك. انا هقليها على الوضع ده، هحمرها في الزيت على الوضع ده عشان نعملها سندوتشات جبنه او ناكلها كده بالعسل والطحينه. هاتي بقى طاسه او وok او صينيه، سخني فيها زيت، والزيت يكون غزير، والزيت يكون سخن بس مش بيغلي، يكون سخن بس مش بيغلي، والنار تكون متوسطه. وتنزلي بقى بقطع الفطير بتاعتك، يعني ايه اللي هو ايه، سبتيها ترتاح 10 دقايق بس. بعد الخطوة التانية انت سبتيها تحت 10 دقايق بس، وتبتدي بأول واحدة فردتيها. ليه بقى بينفخ في الزيت؟ عشان انت سايباه يرتاح، خلي بالك من الموضوع ده. مكعب زبدة بقى بيدي تيست وبيعلي التيست معاكي جدا، بصراحة فرق معايا في الطعم على فكرة. اي مكعب زبدة او معلقة سمنة بلدي في قلب الزيت هتخلي التيست معاكي عالي جدا. طبعا احنا مستخدمين يعني بسم الله ما شاء الله ماتيريال ما فيش اعلى من كده بصراحة يعني.
ابتدي بقى كده بنفس الشكل ده، النار متوسطة، وتبتدي تقلبيه كده عشان يورق وينفش معاك ويبقى من جوه خطير زي ما وريتهولك في اول الفيديو. النار تكون متوسطة، وابتدي كده قلبي لحد ما ياخد اللون الحلو من فوق ومن تحت، وتعملي كل الكمية بنفس الطريقة دي. كانت خدت لون زيادة شوية، بس حلوة جدا على فكرة. خلي بالك ما تسيبوش يعني هو على النار، ما تسيبوش، تطلعي جزء وتنزلي التاني ايه في الزيت. خلي حرارة الزيت دايما متوسطة، مش عالية قوي ومش هادية قوي، ده اللي بيخليه ما يشربش زيت معاكي ويورق ويبقى خطير. بصي الجمال بقى، بصي الجمال والروعة بقى، ما خدش وقت خالص على فكرة. ومقاديره مش كلكعة، مش كتير، مش مقادير كتير، ده مقاديره بسيطة جدا، من ابسط واسهل ما يكون. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، ولو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة عشان تشجعيني انزل لك فيديوهات كتير. ممكن بقى ترش عليه شوية سكر بودر، وتقدميه مع عسل اسود او عسل ابيض او اي حاجة انت عايزاها، هو حلو في كل حالاته. انا كمان عملت سندوتش بالجبنة بالنوع ده وكان خطير. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك.